الساعات الأخيرة من الميركاتو تشتعل. خلاص فاضل 3 أيام على قفل باب القيد في مصر. وموسم الانتقالات كلنا شايفين أحداث مثيرة في آخر يومين في الملف ده. موضوع عبد الله السعيد مع الزمالك، موضوع مصطفى محمد وأحمد عبد القادر مع بيراميدز، والكلام على وجود جلسة تصوير النهاردة ليهم في التجمع الخامس في الدفاع الجوي. المواضيع اللي تهمنا اللي اتكلمنا فيها امبارح وقلت هنا في فيديو على مفاجأة أشرف داري وارتباطها بلعيب وسط الأجنبي، وإن أشرف داري يعني في احتمالية إن هو يكمل. يمكن الناس طلعوا بعدينا بالليل أكدوا على موضوع أشرف داري وإن هو هيستمر. كنا اتكلمنا فيها احنا امبارح في فيديو قبل المغرب كده. فيعني الحمد لله ربنا كرمنا، وكان ربنا موفقنا دايما في اجتهادنا إن احنا ننقل لكم الأخبار اللي بتتم بالظبط. أشرف داري كان بيحاول ينهي تأشيرة سفره أسبانيا النهاردة، بس للأسف يعني كان عنده مشكلة كده إن التأشيرة كانت بقت اكسباير، إن هو مش هيقدر يسافر، فهو هيستمر هنا لحد ما إن شاء الله الفريق يرجع ويبدأ الدوري، فهو هيبقى موجود معانا في بداية الدوري إن شاء الله. طبعا بعد ما اتقفل موضوع اشرف داري كان لازم يبقى في لعيب وسط ملعب. كان في كلام على ادهم حامد، بس احنا كنا مأكدين الشهر اللي فات تحديدا يوم 24 كنا اتكلمنا واكدنا ان اكرم توفيق مسوي كل حاجه مع الشمال القطري، بس هو يعني كان عنده رغبه كده هو وزوجته ان هم يكملوا في الخليج، مش كان حابب يرجع، فكان بيحاول يشوف حاجه هناك. بس بعد ما كابتن سيد عبد الحفيظ رجع كلمه تاني وفتح معاه المواضيع، قدر ان هو يضغط ويخلص الصفقة لصالح الاهلي، والصفقة تمت لمدة 3 مواسم. اكرم خلاص بيخلص موضوع التأشيرة وهيكون موجود ان شاء الله بكرة في اسبانيا، وهينضم لمعسكر الفريق. طب هتسألوني هو في صفقات تانية ولا الدنيا خلاص هتقف على كده مع النادي؟ لا، هو الأكيد إن لسه في صفقة كمان. الصفقة دي بنسبة 99% هو محمود صلاح. كان في جلسة امبارح مع المسؤولين في المحلة، اتفقوا عن الصفقة تخلص على 35 مليون بلس عليهم البونص. يمكن بس يعني ايه، في رتوش أخيرة كان في تفكير عندهم كده في عرض من بره بيحاولوا وليد خليل يوفروا للاعب ب1 مليون دولار. بس إن شاء الله في جلسة النهاردة واعتبروا الموضوع خلصان.